السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا باشمهندسين، يا رب تكونوا بخير. معاكم الباشمهندس محمد دسوقي، وهنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات اللايك كرنت. بعد ما اتكلمنا الفيديوهات اللي فاتت عن النتورك ديفايس، هنتكلم بقى النهارده عن حاجة مهمة جدا في كل أنظمة اللايك كرنت، وهي الكيبلز. ايه هي أنواع الكيبلز اللي هتلاقيها عندك في أنظمة اللايك كرنت عموما؟ هتلاقي حاجة من اتنين، يا إما الكابل دوت يكون كبر، لا إما يكون فايبر. الكبر نوعين يا باشمهندسين، لا إما كابل كواكسيال لا إما تويستد بير. كابل الكواكسيال زي اللي أنت شايفه قدامك دوت، عارف أنت الدش والريسيفر اللي عندكم في البيت ده، هو ده الكابل الكواكسيال اللي بيربط ما بينهم. طب الكابل الكواكسيال دوت يا باشمهندسين بنستخدمه عندنا في اللايك كارنت في كام سيستم؟ في تو سيستم. السيستمز اللي احنا بنستخدمهم فيه لا اما كاميرات المراقبه الانالوج، لا اما نظام الدش المركزي الام اي تي في. تمام. طيب الكابل الكواكسيال دوت في منه كذا نوع، اشهرهم الار جي 59 والار جي 6 والار جي 11. طيب بالنسبه كمقارنه سريعه كده، الار جي 11 دوت هو اكبرهم قطرا. قطر يعني ايه؟ يعني عارف الانر كوندكتور اللي هو الحته النحاسه اللي انت شايفها دي كده، اكبرهم قطرا، فبالتالي اما يكون اكبر قطر بالتالي يكون اقل فولتج دروب، وبالتالي اكبر مسافه ممكن اقدر امشيها بالكابل دوت اللي هي 500 متر. طب الار جي 6 ده كده هتلاقيه بمشي بمسافه لحد 250 متر. طب الار جي 59 لا، بمشي بيه لحد 120 متر. وبناء عليه هتلاقي ان في انظمه الكاميرات المراقبه الانالوج معظم الكابلات اللي احنا بنستخدمها في الحاله دي بيكون ار جي 59. بالنسبه لنظام الدش المركزي بيكون الكابلات ار جي 6. بالنسبه بقى للمسافات اللي اكتر من كده، عايز تربط ما بين اي حاجه اكبر من 250 متر بكابلات كواكسل، بنشتغل بالار جي 11. طيب بالنسبه للتكلفه، من خلال فهمك ان النحاس ده يعتبر سعر الكابل هو بيعتمد على النحاس ده، فالاكبر كروس سكشن اريا هيكون هو اغلاهم. فعلا هو الار جي 11 هو اغلى نوع فيهم. ده كده بالنسبه لكابلات الكواكسل. تاني نوع من كابلات الكبر وهو التويستد بير. طيب كابلات التويستد بير يا باشمهندسين ليه سميناها تويستد بير؟ لان هي عباره عن ايه؟ من اسمها بير يعني جوز. في منها جوز واحد، في منها جوزين، في منها 3 اجواز، في منها 4، وهكذا. دي كده اول حاجه. تبقى طيب انواعهم، في منها كات 1 والكات 2 والكات 3 والكات 4 وهكذا. كل ما اعلى بالكاتيجوري كده هقول لك دلوقتي ايه اللي بيتم. طب ايه الفرق بين الكات 1 والكات 2 والكات 3 غير ان هم جوز وجوزين والكلام ده كله؟ سرعه نقل الداتا يا باشمهندسين. الكات 1 هتلاقي سرعه نقل الداتا بتاعته تكون 1 ميجا بايت بير سكند. الكات 2 و4 ميجا بايت بير سكند. الكات 6 مثلا 1 جيجا بايت بير سكند. الكات 6 ايه 10 جيجا بايت بير سكند، وهكذا. فالفرق الاساسي ما بين استخدام كابل والتاني هو سرعه نقل البيانات بتاعت الكابل دوت. سرعه نقل البيانات دي يا باشمهندسين بتوقف على حاجه مهمه جدا 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 لازم تاخدها في اعتبارك، وهي المسافه. احنا حاسبين السرعه دي كلها على مسافه 100 متر. طب لو المسافه دي زادت، السرعه دي بتقل. يعني فور اكزامبل مثلا كابل الكات 6 دوت بيقدر ينقل بيانات بسرعه 1 جيجا بايت بير سكند لو هو طوله 100 متر. طب لو هو طوله 200 متر مثلا، لا، السرعه دي ممكن تكون مثلا وليكن 200 ميجا بايت تكون، وهكذا. فانت فاهم قصدي؟ يعني من اخر السرعه بتقل لو المسافه زادت. طب لو المسافه قلت السرعه دي بتزيد. يعني مثلا نفس النظام 1 جيجا بايت دوت قلنا عند 100 متر، يعني عند 50 متر هتلاقيه مثلا بينقل بسرعه اكبر من 1 جيجا بايت، ممكن توصل مثلا 1.5 وهكذا. فاهم قصدي؟ فهي دي الفكره. طيب هو ايه الاشهر استخداما بقى يا باشمهندسين بالنسبه للكابلات دي؟ اشهر استخدام في المشاريع كلها دلوقتي الكات 6 والكات 6 ايه. طب ليه؟ لو انت فاكر ان الكابلات دي كانت بتوصل ما بين حاجتين قلناهم المره اللي فاتت، ما بين ايه؟ ما بين الاكسس سويتش والاند ديفايس نفسه. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان في مثلا اند ديفايس دي ممكن تكون الكاميرا البي سي وهكذا. يبقى الربط ما بين الاكسس سويتش والاند ديفايس يا باشمهندسين دايما بيكون عن طريق الكابلات دي، صح. طب الكابلات دي بختارها سرعه نقلها بناء على ايه؟ بناء على الاكسس سويتش. لو انت فاكر الاكسس سويتش كنا نقول ان سرعته بتوصل لايه؟ 1 جيجا بايت بير سكند، صح كده؟ طيب يبقى اول حاجه بالنسبه لي ابليكابل ان انا اركبه عليه يا اما كابل الكات 5 اي او كات 6 وانا طالع كده لفوق. كل اللي قبل كده ما ينفعش استخدمهم. ليه ما ينفعش استخدمهم؟ تخيل معايا كده انا ركبت على الاكسس سويتش دوت كابل كات 5. احنا قلنا سرعه الاكسس سويتش هي 1 جيجا بايت. لو انا ركبت عليه كات 5 هي 100 ميجا بايت. هو ده اقصى سرعه ممكن ينقلها هي 100 ميجا بايت بير سكند. طيب يبقى انا كده استغليت سرعه السويتش ولا اي حاجه. انا برضك بنقل على سرعه 100 ميجا بايت مع ان السويتش كان 1 جيجا، بس انا استغليت منه 100 ميجا. فاكيد مش ابليكابل طبعا ان انا اركب كابلات كات 5 على اكسس سويتش. تمام. يبقى دي الفكره. يبقى دايما استخدامنا بيكون طالما اكسس سويتش دايما سرعته بيكون 1 جيجا بايت او اعلى، فبالتالي كابلات الكات 6 والكات 6 ايه هي المستخدمه اكتر في المشاريع. نيجي بقى على النوع الاخير معانا النهارده وهو الفايبر اوبتيك كيبل.
كابلات الفايبر دي يا باشمهندسين انا بقول عليها زي الليزر بالظبط، ليزر لا اما موجه دايركت من ديفايس لاخر، او الليزر ده ابدا اقعد اعكس فيه لحد ما يوصل للديفايس. بمعنى اول نوع بالنسبه لي هو السنجل مود، ده ليزر موجه دايركت من ديفايس لاخر. طب المالتي مود لا، ده الليزر بيقعد هنا زي ما يكون في مرايه وهنا في مرايه مثلا، تلاقي الليزر هنا خبط يروح معكوس، نازل هنا خبط يروح ماشي، هنا خبط يروح ماشي كده، خبط وهكذا، بيقعد الاشاره تخبط. فبالتالي انه متوقع ينقل البيانات بسرعه اسرع، السنجل مود ولا المالتي مود؟ اكيد السنجل مود، لاني ما عادش اتخبط، ما عادش اتضرب في الطريق بتاعه، ما تعبش في الطريق بتاعه، ده ماشي دايركت. فبالتالي هو فعلا ده بيساعدني في ان هو بيديني مسافات كبيره جدا، بيوصل لاقصى مسافه ممكن ينقلها 100 كيلو متر. انت متخيل المسافه دي قد ايه؟ انما المالتي مود لا، المالتي مود هو اقصى مسافه ممكن انقلها بيه هي لحد ال1 كيلو متر. خلاصه بقى كده، امتى استخدم بقى الفايبر اوبتيك كيبل، امتى استخدم التويستد بير؟ التويستد بير اقصى مسافه لحد 100 متر. 100 متر ديت طبقا في الجداول والكلام ده كله، بس احنا بقى في الاستخدامات بنأمن نفسنا لحد 90 متر. طيب اقصى من 90 متر لا، بنبدا نستخدم بقى يا باشمهندسين الفايبر اوبتيك كيبل.